اهلا مرحبا بك، اتفضل. مرحبا بكما. اولا كأهلنا في الصعيد وكأسلافنا القدامى لن أؤبن أبنائي وشهداءنا ولن أتقبل العزاء فيهم حتى نأخذ بثأرهم من الجهاز المجرم الباطش الجبار الذي ما زال يحتفظ بكل إجرامه ووحشيته ودنسه. ثانيا، إذا كان المجلس العسكري فوق الحساب فلنغادر هذا البلد، وإن كان يمكن حسابه فلا بد من الحساب. ثالثا، ربما أمكن بصعوبة أن نسامح تخاذل بعض شيوخنا في 25 يناير. الآن لا بد أن يحاسب الشباب شيوخهم الذين ظنوا أنهم فوق المساءلة فوقعوا في نفس خطئهم الفادح في أول الثورة. وعلى شباب الأحزاب أن يميز بين من أخطأ الحساب دائما وبين من أصاب غالبا، أقصد شيخنا الجليل. رابعا، ولولا الهوائل النازلة والنوازل الهائلة كان يجب أن تكون أولا أحيي شيخنا الجليل الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل الذي أرى حول وجهه هالة نور شهيد لا فخامة ركب رئيس. وأغلب ظني أن المجرمين سيقتلونه كما قيل أنهم قتلوا أباه في مطار خليجي بزجاجة مشروب مسمومة، وكما حاولوا قتل الدكتور صفوت حجازي بزجاجة مياه معدنية. تحية لك يا شيخنا، يا من رأيت بأول رأيك آخر الأمر حين أنبأتنا أن المجلس العسكري ذئاب وثعالب ولم نصدقك، وها هو الذئب ينهش لحم أبنائنا ويسفك دماءهم. يا شيخنا الجليل، نعتذر إليك فاقبل اعتذارنا، رغم أنني لا أخفيك أنني وجدت نفسي لا تستسيغ قبول اعتذار الإخوان اليوم، وأظنها لن تقبل اعتذار السلفيين غدا. أعتذر إليك يا شيخنا من تطاولهم وإدانتهم، وبعد أن اكتشف بعضهم وجه الحق متأخرا كالعادة جاء يهرول متعثرا في أفكار تجمدت. أتى مهرولا غير مدرك أن معظم عربات قطار الاحترام قد فاتته. تصرف بعضهم كشيوخ قبائل لا كأساتذة علم وأبطال جهاد، مزقوا قلوب أتباعهم الذين عرفوا بالفطرة والبديهة أن الحق معك يا شيخنا الجليل، فانحازوا إليك لتأتيهم الأوامر. ارجعوا ارجعوا. لا أريد أن أطيل في نقد شيوخنا، فهم لحمي وأهلي ودمي، والجرح الذي يصيبهم يصيبني حتى لو كانوا هم المتسببين فيه. لقد ظنوا أنك تربك خططهم في الانتخابات، ولست أدري كيف غشيت أبصارهم فلم يدركوا أن الانتخابات لم تكن ستأتي أبدا، وربما السبيل الوحيد لمجيئها هو الموقف البطولي الذكي الذي وفقك الله إليه أمس الأول السبت. فمجلس الذئاب والثعالب خطط منذ البداية لنوع آخر من التزوير ينتج عنه مجلس شعب مشلول مشوه لا يستطيع ولا يطيق فطاما، مما كان سيتيح للمجلس أن يستمر حاكما إلى أبد الآبدين، ولو أنه لم يضمن ذلك لما أجرى الانتخابات أبدا. نحن كإسلاميين نخطط في مواجهتنا مخابرات أوروبا وأمريكا وإسرائيل وعملاءها عندنا تخطط ضدنا، وهنا للأسف بطء مزعج في الفهم والتقدير والقرار. هل لاحظت يا شيخنا الجليل أن بعض شيوخنا قد دفعوا أتباعهم في فخر وتيه لكي يهرعوا إلى أقسام الشرطة يحمونها عندما استنجدت بهم، لكنهم سلقوك بألسنة حداد عندما استنجدت بهم لحماية شبابنا في التحرير. أستعير وصف المعتز بالله عبد الفتاح فيهم: قابليتهم للاستغفال وراء والجري وراء المصالح الضيقة، بضاعة مبيعة لا ترد ولا تستبدل. يخجلني يا شيخنا أن أطيل فأحرم الناس ونفسي منك، كما يخجلني أن أنبهك لشيء، لكنني أريد أن أبوح لك بهواجسي حول تقسيم مصر، حول إشعال حرب أهلية. إن وثيقة السلم واستمرار المجلس العسكري خطوة في طريق التقسيم والحرب الأهلية. إسناد الوزارة للبرادعي خطوة أخرى في سبيل التقسيم والحرب الأهلية. أما الخطوة الثالثة فهي إسناد السلطة لمجلس رئاسي غير منتخب.
لقد خاطبت المشير منذ أسابيع قائلا له أنه كان يستطيع ترك السلطة مكللا بالغار والفخار. الآن يكاد يتمتع بالكاد بالخروج الآمن غدا أو بعد غد في التجمع الخامس. نعم. ثمة نقطة أخيرة. نعم. إن مطالب الجمعة الماضية لم تعد تصلح لليوم. 5 شهور للانتخابات فترة طويلة جدا خطط لها نفس الشيطان الذي خطط لوثيقة السلمي، وهي فترة مليئة بالألغام لقائد انقلب على أمته، وطيار عاد ليقصف شعبه. نعم. وخبير استراتيجي يخطط لخداع أهله. أطلت فعذرا. كان يمكن قبول عرض الجيش بهذه الفترة الطويلة حقنا للدماء من مجلس لم نكن أدركنا مثلك يا شيخنا الجليل أنه ذئاب وثعالب. ولكن دعني في هذا الجو الكئيب المحزن أحاول أن أخفف عنك أضحك الله سنك بالطرفة التي رواها الأستاذ فهمي هويدي في مقاله في الشروق اليوم عن تسجيل متداول ظهر فيه اللواء عمر سليمان في صورته الشهيرة التي قرأ فيها خطاب التنحية، لكنه ينبئنا في التسجيل الجديد بأن المجلس العسكري قرر التنحي عن السلطة وأنه سلمها إلى السيد الرئيس حسني مبارك. شكرا جزيلا، وأشكرك يا شيخنا الجليل أن أعدت إلينا يعني الدكتور وسام، فالناس يحتاجون إليه، ورجاء للدكتور وسام يعني أرجو أن تكون هذه الحلقة بلا حد زمني. نحن نريد أن نستمع إلى شيخنا الجليل ساعات وساعات متوالية. أرجوك لا تنهيها إلا عندما يعني يشغله أمر يعني يحتاج إليه. نعم. جزاكم الله خيرا والسلام. شكرا ليك دكتور محمد عباس، جزاك الله خيرا على كل هذا يعني الكلام الطيب. تعليق حضرتك؟ أنا والله أولا يعني بشكره جدا، جزاه الله خيرا. وأنا إن شاء الله يعني يطيب لي جدا إني آتي إلى قناة الحكمة، لأنها يعني اكتسبت الحقيقة من المنزلة والمكان